زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له ولسائر علماء الإسلام. نحن مع الحديث الثالث والثلاثين، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن. أو ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيح. هذا الحديث كما ذكرنا في مقدمته باب أو حديث أصل في باب القضاء والخلاف والمنازعات، ذلك أن الفقه قلنا قد انقسم إلى أبواب كثيرة، ذلك حتى يسهل على أهل الإسلام رحمهم الله تعالى أن يعملوا بما شرع الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما يكون في باب القضاء، ذلك أن القضاء الأصل في ذلك أن يحكم القاضي بما أنزل الله حتى يقيم العدل. قال تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. لهذا الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل في كل شيء، والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، بخلاف المساواة أن تعطي كلا سواسيا، أي نفس المقدار. وإعطاء الناس نفس المقدار هذا ليس من العدل في شيء، بل يكون أحيانا، بل في كثير من الأحيان، عين الظلم. ولذلك العدل أن تعطي كل ذي حق حقه، أي ما يناسبه وما يحتاجه. فمثلا العدل في الأولاد أن تعطي كل ذي حق حقه. عندك ابن في الجامعة وعندك ابن في الابتدائي، المصروف تاع الجامعة غير المصروف تاع الابتدائي، حاجات الجامعة غير حاجات الابتدائي، وهكذا دواليك في كل شيء. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بإقامة العدل، لأن العدل به قامت السماوات والأرضين. فهذا الحديث أصل في باب القضاء والخصومات والنزاعات والبينة. والبينة هو الشيء البائن مقابل الشيء المخفي، وهو الأمر الواضح من البرهان، وهو الأمر الواضح من البرهان. والبرهان في حد ذاته هو الحق في المسألة. فالبينة هي البرهان وهي الحق في ذلك، في تلك المسألة. لذلك في باب القضاء والمنازعات لا بد فيه من بينة، وهو البرهان، وهو الحق في المسألة حتى يتضح الحكم. وذلك لأن الناس الأصل فيما بينهم في المعاملات كما يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى المشاحة. معنى المشاحة أن كل واحد يشح بالحق تاعه، وذلك لأن الناس قد فتنوا بهذه الدنيا. قد قال الله سبحانه وتعالى فيهم: حبب للناس، هذا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. زين، الزينة هو ما يكون جماله في الظاهر لا في الباطن. لذلك لا بد أن تنتبه إلى الألفاظ القرآنية: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. لذلك حب الإنسان أحيانا للشيء يعمي ويصل، هذا بل في كثير من الأحيان إذا لم يتق الله سبحانه وتعالى فإن ذلك يرديه إلى أخذ حق الغير. وهذا الذي قد نهى الله سبحانه وتعالى في قول الله تعالى: فلا تظلموا أنفسكم، قول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لذلك الحقوق هذه مبنية على المشاحة، ذلك لطمع الإنسان أن ذلك الحق يعود إليه. فإذا طمع في هذا الذي يرى أنه من حقه فإنه يشح. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده السمح. السمح معناتها السهل. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي في رجل كان سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، قال: أنا أولى به. كان يجيوه الناس وهو يسلف لهم،
يقولوا والله غير مازال ما عرفناش، معليش. يجي واحد يقول والله ما عندي، يقول معليش. مفهوم؟ زيدوا له، طيحوا عليه الدين، معليش. فيقول الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الإنسان أنا أولى بهذا، فيغفر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اشترى. يكون ساهل لاهل، ده هو السمح. علاش؟ لأن هذا دليل على عدم تعلق قلبه بالدنيا. لذلك من أشنع الأشياء في البيع والشراء مثلا القسم بعد صلاة العصر. تبهتوش أهل الحديث يقسم بعد صلاة العصر على السلعة، خاطش وقت صلاة العصر خلاص وقت عبادة، التهب بالدين تاعك. لما؟ لأن البيع والشراء في الغالب متى يكون في الصباح. ما زالك حتى بعد العصر واش يقولوا تاعنا كي لا يزير واش نعم يقاشح. يقاشح هذا كيزير والاخر يزير، على جاء الفرات على جاء الفكر. هذه هي طبيعة الإنسان لأنه يشح، ولذلك الخصومات تكون في مثل هذا المقام، مقام الشح. أما الإنسان الذي يكون سمحا فإنه في الغالب لا يقع في الخصومات، لأنه قد يفضي ذلك إلى أن يتنازل عن شيء من حقه. المقصود من ذلك أن يخرج من الخلاف، ولكن قد تكون الخصومة في غير ذلك، وهو أن يؤخذ حقه فيضطر إلى مثل هذه الأبواب التي هي باب القضاء والمنازعات. فقال عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم، أي لو كانت هذه المسألة في الحكم مبنية على مجرد الدعوى، قال بدعواهم، وهي من الدعوى بالألف المقصورة وليست من الدعوة بالتاء المربوطة. الدعوة هي العرض. مفهوم؟ دعوتك للعشاء، عرضت عليك أن تأتي للعشاء. أما الدعوة فمن الادعاء، والادعاء هو ماذا؟ نسبة الشيء إلى غير أصله، نسبة الشيء إلى غير أصله، هذا هو الادعاء. فلو كان الحكم بين الناس يقوم على مجرد الدعاوى، بمعنى أن الإنسان ينسب الشيء إلى نفسه بمجرد أن يقوله، فقال عليه الصلاة والسلام لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، أي لخرج من الناس من يقول إن فلانا قد أخذ ماله، وإن فلانا قد قتل من أسرتي وأهلي، فيريد أن يقتص منه ويريد أن يأخذ ماله، وذلك إما بحق وإما بباطل. فإن كان بحق فإنه ماله جاز له أن يدعيه بشرط أن يقيم البينة. أما إذا كان بباطل فلا بد عليه من بينة، وإلا لكان على ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الادعاء. ادعى أقوام أموال قوم ودماءهم. ففصل النبي عليه الصلاة والسلام النزاع والخلاف في مسألة الدعاوى بشيء واحد يقول شنو هو؟ والبينة. فقال عليه الصلاة والسلام ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أي الذي يدعي أن هذا الشيء له لا بد أن يقيم عليه برهانا، أن يقيم عليه دليلا، أن يقيم عليه حجة. فإن لم يقم عليه الحجة وادعاه لا زال في دعواه، فإن الذي بيده الحق حتى يصرف عنه هذه الدعوة يقسم يمينا أنها ليست لفلان. وهنا يا إخوان انتبهوا إلى هذا الحكم من الله سبحانه وتعالى الذي أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يفصل كل خلاف، فإن فيه إقامة للدين والدنيا معا. فأما الدين فإننا نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في مسألة فك النزاعات والخصومات.
وأما إقامة الدنيا فإن هذا هو الأصل. من حاز الشيء في يده فهو له. هذه لازم تفهموها. اللي راهي في يده هو له، هذا هو الأصل، أنها ما وصلتش ليده إلا وهو على يقين أنه له. طيب أي في يده هو له. يأتي إنسان آخر يقول لك هذا الشيء تاعي ملكي، هات لنا بينة. والبينة قد ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، ما يكون شيئا مكتوبا، أو أن يكون من الشهود، أو ما يكون من القرائن الدالة عليه. الثالث ما أن يكون وشنو المكتوب كالعقود المبرومة. إنسان عنده عقد، قال إنسان لفلان، وش سالوا دراهم، وش البينة تاعك؟ العقد بيني وبينه. أحسنت. راني نسال فلان، وش تسالوا؟ راني نسال دراهم، أعطيني البينة. الشهود ثلاثة هذو شاهدين. جميل جدا. ولذلك إقامة الشهود وكتابة المعاملات هذا الله سبحانه وتعالى قد أمر به، كما في أطول آية في القرآن الكريم، وهي آية المداينة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتقي الله ربه. زيد كمل. فمن لا مش هذه من بعد. كمل آية المداينة، هذه آية يمتحن بها في القرآن الكريم. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليمل وليه بالعدل استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن كتابة العقد والشهادة على العقد، وهذه هي السنة في العقود. العقود الأصل فيها أنها تكتب، وقد جاء ذلك في بعض الآثار أن آدم عليه السلام لما مسح الله سبحانه وتعالى على ظهره وأخرج له ذريته إلى يوم القيامة رأى نورا ساطعا من أحدهم فقال: يا رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود عليه السلام. قال: يا رب كم كتبت من عمره؟ قال: 60. قال: يا رب زده من عندي 40. فلما حان أجل آدم قال: قد بقي 40. فقال: أعطيتها لابنك داود. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. ذكر الراوي، أو هل هو من المدرج أو هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ثم أمر بكتابته من هذه اللحظة. وهنا يا إخوان فائدة عظيمة انتبهوا إليها: من دعاك إلى كتابة العقود فقد دعاك إلى ما أمر الله سبحانه وتعالى، ومن صرفك عن كتابة العقود فهو يصرفك عما أمر الله سبحانه وتعالى. وهذه من أعظم دليل على أن الإنسان يخاف ربه سبحانه وتعالى أنه يكتب العقد. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا. إذا شفت الإنسان يتهرب من كتابة العقود فاعلم أنه ما فيهاش خير. شفتوا لا قال لك هذيك تسمى التشكية ما ينتحي ضربك تعرف جدا نحيا. إذا قال لك هذه ما تخلص أنت راح. خويا العزيز السنة هي سنة النبي وسنة الله في القرآن الكريم. علاش؟ نعطيك أنا على سبيل المثال، أنا أعطيتهم لك درك من ماذا؟ قدر الله وأنت إنسان مؤمن وتقي ونقي وصافي ووافي، ضرب هذا الطوموبيل بعد شيء، ضرب هذا الطوموبيل حكموك داوك السبيطار مت، وفي سيارتك هذاك المال عطولك ولا كيفاش حتبين انت للورثه تاعو بان هذا المال سلف لغيره؟ كيفاش حتقنعهم؟ ورثه يعلمون ان الذي يرثون منه سلف دراهم. احنا سمعتم بالورثه سلفوا دراهم، على بالهم باللي فلان سلف دراهم عن فلان، كيما تنكروا الزكارين نكارين
يقول لك ما كاش مثلا ما سلفش، هذه سلف على بالك اللي يسلف، فما بالك إذا وجدوا في متاعه شيئا ينفعهم بعد موته فإنهم ينكرون ذلك. احنا ماشي مسألة الثقة فيما بيننا، مسألة الأقدار إذا حلت، فإذا وقع القدر فلا ينفع الحذر. ولذلك انتبه أخي الكريم، لما طبق السنة على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بذلك تأمل أنت ويأمل غيرك. ممكن إن شاء الله تعالى بعد العفو. قدم فيها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على إذا هذه الخصومات التي تقع لا بد فيها من إقامة الحجة، والحجة هو البرهان والدليل. ولذلك من لم يدفعك ويحثك على كتابة العقود فإن هذا لا يحثك على اتباع ما في كتاب الله سبحانه وتعالى من الأحكام، وإنما أنزل الله تعالى هذه الأحكام علينا حتى يرفع الحرج، إن الحرج سيقع، والحرج لا دخل له في مسألة سوء الظن، إنما قد يقع الحرج وأنت تثق بأخيك، ولكن قد يقع الحرج، وإذا رفع للحرج فإن العقود الأصل فيها أن تبرم وأن تكتب، فإن الإنسان قد ينسى. أنا دوكا يجونا ناس يضربوا، جاب خدام للدار يقول لك والله ما عطاني حقي، يجي يشكينا في المقصورة يقول لك خدمت عند فلان والله ما عطاني حقي، يعني يجي الاخر يقول لك والله ما عطيت له، ما تشفاش فلان عطيت لك ما شفيتش، ويبداو هما الخطأ من عند هذا والخطأ من عند هذا. علاش؟ لأن هذه العقود لابد أن تبرم، لازم تكتب، ما تنسى حتى حاجة،
قد ينكر، قد يجحد. فلذلك هذه العقود لا بد أن تكون على وفق ما جاء في شريعة الله سبحانه وتعالى حتى يرفع فيها كل خلاف. أما بمجرد الثقة ينزلت الهاوية. شكون يدك أنت؟ شكون أنت اللي يخدعك؟ اللي ما تعرفوش اللي يعرف. هذاك يدير فيه كونفيونس وتفتح له باب يلا. الناس خداعين على كل حال. لا من رحم ربي. أذكر مرة حكمت هذاك البرنامج تاع السياقة اللي يوصلوا الطاكسيات فيه. نعم؟ ما بس دير فيزيتي. هذا حكمت هذا البرنامج هكذاك كنت أنا والعائلة وتفاهمت معاه وصلني واحد المضرب هكذاك قلت له يا خويا العزيز عندي واحد الشغل الساعة الثانية يوافقك تعال ترجع. قال لي ما يا أخي ما كان حتى مشكل. الله رسول العين أنا أحسنت به النية أنا خلصت الكوسة تاع قلته طفت لي بعثوا لي ميساج هذاك بديت تقطع شغل صاحب المطعم. أشوف اليوم أحسنت به الظن قلت لعله ذا الحادث مرور لعل تعطلت سيارته. بديت هكا نقول في نفسي فهمني وهذا في نفسي لعله شاغل سأعذره. بعثت له رسالة اليوم غدوة بعد غدوة اسمعني لعله توفي. على كل حال نفس هذا الأمر وأحسن به الظن. ثم بان أنه من السر الله سبحانه وتعالى يعافينا تكون في مزرعة. المهم فأجب عيب كبير. لكن على وش الإشكال الذي يقع في هذا الأمر؟ الإشكال أن الإنسان يبني هذه العلاقة الشرعية على وفق العاطفة. العاطفة شيء، العاطفة مليح شيء ماشي مليح، لكن في العقود لا بد على المرء أن يبرم. أن الأصل في هذه العقود المشاحات كل واحد يدعي الحق له، كل واحد يقول لك حقي ما تقدرش كيفاش تثبت. لذلك العلماء رحمهم الله تعالى بنوا على هذه القاعدة هذا الأمر. بينة على المدعي. المدعي شكون هو؟ يسموه في الفقه الساكت في الفقه، بهذا الذي قالوا إذا سكت فإنه يترك. مفهوم هذه؟ والمدعى أو المدعي هذا المدعى عليه وصاحب الحق إذا سكت يترك. أما الآخر إذا سكت فلا يترك. دوك هذا يقول له حقي. مفهوم هذه؟ يقول له حقي هذا فيبين له أنه ليس بحقه ثم يسكت من غير بينة فإنه يترك خلاص، لأن دعواه قامت على غير بينة، قامت على غير بينة. ولذلك البينة ذكرنا أنها إما العقود المبرمة وإما الشهود وإما القرائن التي تحف هذا العقد. وهذا كله ينظر فيه القاضي. ولو جاء إنسان وادعى على إنسان شيئا بغير بينة لادعى أقوام أموال أقوام ودماءهم. يقول لك هذا فلان اللي قتل لي مثلا فميت لازم يقتل. طيب ما هي البينة على أنه قتله؟ لعلك بينك وبينه شيء حتى تقتله. ولذلك في هذه المسائل لا يفتات أبدا على الحكام. باب القضاء وباب التعيين فلان هذا فلان هذا الحكام يعود لا يفتات عليه، بمعنى ما تكسرش الحرمة تاع السياسة. علاش؟ لأنه تولي ما تولي سافر على عافية معك اللي يجي يقتل. مفهوم هذه؟ قد إنسان يقتل إنسان، علاش قتلتو نتايا؟ يقول لك كافر سب ربي لسب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يريد أن يقتله لشيء بينهم. فلذلك هذه الأحكام الشرعية اللي هي في مسألة القضاء والتطبيق للحدود وغير ذلك لا يفتات فيها أبدا على الحكام. ما يجيش الإنسان هو الذي يقيم الدولة في نفسه، هو اللي يقيم الدولة في نفسه، لأنه بعد تولي
السيف عندي وأنا بهن، مفهوم؟ الحكم عندي وأنا بهن، فكل واحد لابد عليه أن ينتبه إلى هذه المسألة. إذن هذه الأمور تقوم على هذا الأساس. ثم بعد ذلك لابد علينا أن نفهم أن هذه الأحكام تقوم على ظاهر ما تكون عند القضاة. القاضي ما لازمش يلكك، لهذا ذكر بعض الفقهاء رحمه الله تعالى أن القاضي يكون حصيفا ذكيا ولكن ما يلككش. ولذلك ذكروا مسألة في أصول الفقه، هي مسألة حكم القاضي بعلمه. أنا قاضي ويجي جاري يجي في المسألة، نعرف جاري، نعرفه جاري ما عنده حتى بينة، بس على بالي بهذيك مثلا هذاك الدراهم تبعه، أنا أعرفه جاري. أنا قاضي لا يجوز لي أبدا أن أحكم بعلمي، نقول لهم الصبر هذا جاري نعرفه، هذه الدراهم تبعه لا يجوز لي، تخرج من بابي. ها؟ نعم؟ إذا؟ للقرائن. لا إذا أنت تعرف تخرج من باب الحكم بين الناس إلى باب الشهادة. شو الشهادة؟ اللي شاهد، ما تبغيش تحكم في اللي شاهد. قال أنا خاوتي أنا هذا نعرفه ماشي نحكم بيناتكم، شوفوا حاكم واحد آخر وأنا شاهد على هذا. فتخرج من باب القضاء إلى باب الشهادة، أنك تعرف هذا الشيء. أما القاضي يحكم بعلمه، نعرف فلان معرفة، لا يجوز ذلك. لذلك الأحكام تقوم على الظاهر. وهنا يجي واحد حاجة مسألة لازم احنا ننبه عليها. وشنو هي؟ الدين تاعنا ماهوش دين السفهاء. انتبه، ديننا ليس دين السفهاء ولا الحمقى كما يظن. احنا عندنا وازع ديني أبنى فيه شيء من أصول الإيمان، والإيمان باليوم الآخر. لذلك سماه الله سبحانه وتعالى يوم الآخر يوم، يسمى يوم شكون يجيبها؟ جيبها قالوا سيوان. ها؟ شنو؟ لا أو عندنا في هذا الباب يوم لا نعم التناول معناته يتغبن واللي مخبول. صح هذا الباب هذا يوم لا هي صح، كلامكم صح، كله كلامكم صح، لكن في هذا الباب وشنو؟ ها؟ أخذ شيئا ادعاه لنفسه وهو لا يخاف الله تعالى، اسمه يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين؟ خلص الدين تاعي هو يوم فصل ويوم حسابي ويتغبن فيه الإنسان، متفق عليه. لكن في هذا المقام من أخذ حق غيره لأنه أظهر بينة ظاهرة فحكم بها القاضي، فالقاضي لا ينظر إلى تفاصيل الأمور، ما يلككش وش كاين البينة يحكم إليها. فإذا علم أنه أخذ حق غيره فلا يظنن أبدا أنه سيفلت من قضاء يوم القيامة يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هنا يدخلوا هذوك اللي يزوروا ويديو لي تيرا ويدي الواط ويكذب في الشهود ويجيب شهداء الزور ويخلصهم ويعطي التشيبات منا. تديو في الدنيا لا تخاف، تدي في الدنيا عمر، احتنجوا من يوم القيامة. عجيب أمر الإنسان سبحان الله، كيف هذيك الشهوة كي تغلبه يتعمى يولي مع يقول لك دوك ندي يزور يدرح يجيب يدير كل شيء ثم بعد ذلك يروح يحج ويعتمر. تعتمر اتق الله في نفسك، مش من الحجة والاعتمار ما الذي ينفعك في ذلك؟ وأنت قد تركت هذا الأمر العظيم الذي هو يوم الدين. فالظاهر المحكوم عليه في باب القضاء هو ما يعرض للقاضي،
لا ما يبحث عنه القاضي. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعلكم تختصمون إليه ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قطعت له من حق أخيه فإنما أقطع له من نار جهنم. انتهت المسألة. إذا أخذت حق غيرك فأنت تأخذ قطعة من جهنم. دوك تخاف ربي ولا ما تخافش، بينك وبين الملاك يوم الدين. فالشريعة إنما تبني المسائل على ما يكون من ظاهرها، ما تدخلش في التفاصيل، لأن البينة هي التي تفصل بين الأمر. فإن كان البينة فيها زور وشهادة زور، ولا جاو الناس وشهدوا شهادة زور وداو لك حقك انتايا ولا داو لك حقك، ما تقلقش. الدنيا هذه اسمها الدنيا إنما سميت الدنيا قيل لأنها دنية، ما عندهاش قيمة. دنيا مدنية ما عندهاش قيمة. وقيل لأنها دانية أي قريبة من الآخرة لدنوبها من الآخرة، فهي دنية وقريبة من الدنيا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر جرعة ماء. فما تخافش، يفلت الإنسان من حساب الدنيا، ولكنه والله الذي فطر السماوات لن يفلت أبدا من حساب الآخرة. لذلك في التوبة دائما يقول العلماء في تعريف التوبة هو الندم على ما فات، والإقلاع عما أنت عليه، والعزم في المستقبل على ألا تعود لذلك الأمر. قالوا كاين شرط رابع: وإرجاع حقوق الناس. باش يقبل لك ربي التوبة تاعك وتروح تحج وتعتمر، لازم حق الناس ترجع حق الناس، لأنها شرط من شروط التوبة الأربعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من هذا الأمر. فهذه قاعدة عظيمة بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن البينة على المدعي، الذي يدعي شيئا يعطينا البينة عليه، وإلا فإن لم يستطع أن يثبت البينة فإن الذي بحوزته ذلك الشيء يحلف، واليمين على من أنكر. اليمين معناتها يحلف. وأذكر قصة أحد رجلين كان بينهم معاملة، ثم أحدهما أنكر على صاحبه، قال: نروحوا الجامع ونحلفوا. راح للجامع وقسم بالمصحف كاذب على هذا المعاملة. هذاك اللي سلفوا دراهم 15 يوم بالحمى الباردة، 15 يوم بالحمى الباردة. كيفاش هذا استطاع قدر يقسم بالله ويحط يده على المصحف وهو كاذب ما خافش بالله؟ وهي تسمى اليمين الغموس، لأن اليمين على ثلاث: يمين منعقدة، ويمين غموس فاجرة، ويمين لغو. يحلف يحط يده على المصحف هو كذاب، يحلف بالله وهو كاذب. وكاين ناس يحلفوا بالله وهم يكذبون، يحلفوا يشهدون الله وهو فوقهم باللي هذا الحق حقهم وهم يكذبون فيه. ولذلك في هذه الخلافيات لا بد علينا أن نعلم أن المحكمة في الدنيا إن نجوت منها فإنك لن تنجو أبدا من محكمة الآخرة. فإن أنكرت فاحلف لنا على المصحف، وبذلك يرفع هذا الخلاف ويستتب الأمر، والله سبحانه وتعالى هو الموعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا جميعا، وأن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.